هاد المسيمنات كيجيو واعرين يا البنات، دائما كنديرهم كيخرجوا ليا كميه كبيره بلا ما نبقى واقفه في الكوزينه بزاف باش نخرج كميه كبيره. يعني كنوقف غير شويه وتبارك الله كتخرج ليا لاطه كلشي كياكل والذوق مازال من الفوق. والله البنات الا غزال كيجي واعر واعر بواحد الحشوه ما نقولش لكم كيفاش كتجي بنينه ومعلكه معلكه، كتجي واعره والعجينه حتى هي خطيره يا البنات. غندوزو للعجينه، غادي ناخذ 4 الكيسان ديال الفورص مع 2 كيسان ديال الفينو مع معلقه صغيره ديال الملح عامره مزيان ومعلقه كبيره ديال العسل اللي حتى هي عامره مزيان وجوج معالق ديال الخل. غادي نعجن العجينه ديالتي مزيان بالماء دافي ونعطيها واحد دقيقه ولا 2 دقائق هكا ندلكها ونديرها في واحد البلاستيك ونحتفظ بها على الاقل 2 ساعات باش تعطيني الطوع وتجيني سهله في تجيني سهله في الخدمه ديالها وحتى كتجيني مقرمشه ماشي بحال فاش كنعجنها ونخدم بها هذيك الساعه. بالنسبه للحشوه فانا غناخذ واحد المقيله غندير فيها شويه ديال الزيت، البصله اللي مشلضه لها شوار، الفلفله كذلك، خيزو حتى هو كذلك، واحد شويه ديال صدر ديال الدجاج الا كان عندكم كيعطي البنه كتفرق اكثر. غنحط كلشي فوق البوطه مع الربيع ومعدنوس والعطريه ديالتي كامله، الملح، البزار، الخرقوم، سكينجبير، التحميره والقزبر كارم مطحون. غادي نحطهم فوق البوطه نشحرهم شويه ونزيد عليهم واحد المعلقه كبيره عامره مزيان من الصلصه ديال الطماطم، وغادي نعاود نخلط شويه ونزيد علبه ديال الطون وغنزيد 2 فرماجات، وفي الاخير غادي نزيد زيتون خضر مقطع وغنبقى نشحر كلشي مزيان. غنبقى نضيف بالحاجه وانا كنشحر كلشي باين في الفيديو. من بعد البنات ملي تشحر ليا وطيب ليا الصلصه ديال طيب ليا الحشوه ديالي عفوا، صافي ما كيبقاش فيها الماء، فانا كنضيف عليها الشعريه الصينيه ديال الروز اللي كنت مرقداها من قبل في الماء ومقطعاها بالمقص باش كتجيني رقيقه ما كتجينيش طويله وتجي المنظر ديالها والماكله ديالها مزويناش. الحشوه حتى هي صايبتها الصباح وخليتها باش تبرد على خاطرها باش ما تقطعش ليا العجينه وهي سخونه. في العشيه البنات انا كنخدم العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا. غادي نشد العجينه ديالي نقسمها على كرات على حسب نتوما شحال من مسمنه بغيتو. من بعد غادي ما نديرهم كرات غندهنهم بالزيت ونخليهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق غير باش يعطيونا الطوع. من بعد غناخذ الكره الاولى غادي نستعن بالزيت وغادي نقرصها مزيان مزيان رقيقه فوق من سطح العمل اللي ديجا عقمته وغسلته مزيان. وغادي منين نقرصها مزيان مزيان غندهنها بشويه ديال الزبده مع الزيت اللي سخنتهم وذوبتهم، غير الزبده اللي تذوب وزدت عليها شويه ديال الزيت هما باش غادي نخدم العجينه ديالي. غادي ندهن مزيان العجينه ديالي وندير على شكل مسمنه حتى نكمل كلشي ونغطيهم واحد 5 دقائق يرتاحوا. من بعد غناخذ اول مسمنه غادي نقرصها مسمنه كبيره عاديه وغادي ندير الحشوه هكا كيف ما كتشوفوا في الفيديو على شكل طولي وغادي يلوي. انا درت العجينه ديالي حتى كملت كلشي ولا بقات لي شي حاجه في الجناب راني كنحيدها. من بعد شاطوا ليا واحد 2 مسمنات غيبقاو خاوين، فانا خديت عاود ثاني دوك المسمنات اللي صايبت من قبل وعاود درت عاود ثاني عجينه اخرى، يعني بحال الا درت العجينه الاولى وعاودت من فوق منها عجينه اخرى. فهمتوا؟ بغيت هذيك العجينه تضيع ليا فانا زدت عاوتاني طبقه اخرى من العجين، ولكن جاو واعرين وجاو مقرمشين ما بيناش فيهم العجينه كثيره ابدا. الفران كيكون سخون من قبل مزيان مزيان. كناخذ صفر ديال البيضه كنزيد عليه التحميره وهو باش كندهن العجينه ديالتي كامله بداك الصفار البيض مع شويه ديال التحميره وكندخلها للفران راه دغيا كطيب وكتجي مقرمشه وواخا كتبرد كتبقى معنا مقرمشه كتجي واعره يا البنات. هاد المسمن هذا كيجي واعر غير جربوه. والحشوه تقدروا ديروا اي حشوه بغيتو ولكن هاد الحشوه راه كتجي واعره داك الطون مع الدجاج والفرماج كيجي معلك وغزاله البنات غير جربوها على حسابي. وبالصحه والراحه وكنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كيعجبوكم. ديما كنقلب لكم على الحاجه السهله وبالصحه والراحه.